ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. النهارده يا جماعه احنا في مطروح، في سوق بالظبط او شارع ليبيا. تمام. مطروح مشهوره يا جماعه بالبهارات وبالزيتون وبزيت الزيتون. عندهم البهارات دي تحفه يا بنات، تحفه بصراحه، خطيره. والزيتون وزيت الزيتون واي حاجه بقى زيوت عايزه تجيبها خام، هي بالظبط مطروح. يعني ما تجيبيش اي حاجه خام لما يكون زيوت، بالذات زيت الزيتون او زيت حبه البركه وزيت اللي هو زيت الهند برضو. واللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. بصراحه هناك مجموعه زيوت يا جماعه وصابون، حاجات كلها طبيعيه، تحفه يا بنات ما شاء الله. والعسل هناك جميل جدا، التمر تحفه. انا طبعا خدتكم جوله كده في سوق ليبيا اللي هو ده. اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. الحاجات هناك حلوه قوي يا بنات، والاسعار بتاعتهم حلوه كمان اكتر من مصر كمان. يعني اسعار البهارات هناك بصراحه رخيصه جدا. بصوا بقى يا حلوين، هنا الاحذيه، شايفين الاحذيه والله جميله جدا، والشباشب هناك ماركتها حلوه كلها، ان كانت جلد او بلاستيك. وبابا ادم بقى قال لك ايه، تعالوا اما نجيب شبشبين ليا كده، شبشب له وشبشب لادم. فاحنا قلنا ايه، نصور بقى كل الاحذيه معانا واحنا ماشيين، هي كده كده في سكتنا، فاحنا قلنا ايه، ناخدها جوله كده معانا. شايفين بقى هنا الكوتشيات دي حلوه قوي يا بنات. وعندهم برضو كوتشيات حريمي ارضي مريحه وجميله. وبصراحه انا لما كنت جايبه كنت جبت من هناك برضو ليا، بس هو جبنا بس الادم والبابا من هناك. خامات الشباشب الرجاله حلوه قوي عندهم، بصراحه عجباني ان احنا قاعدين نمسك في الشباشب. لا ده عندنا زيه، ده عندنا زيه. اهو شايفين الشبشب ده جميل جدا. ادم جاب له واحد من ده، شكله حلو كده وشكله شيك يعني في الرجل، وبابا جاب له واحد. هنا بقى دي بوكتات كده يا بنات، مش مطرزه، شغل يدوي تحفه قوي. بوك كده ومعاها بتاع مقلمه ومعاها البوك. ايوه هي دي مقلمه ومع البوك. هنا البهارات بقى، شايفين البهارات وجمالها ما شاء الله. ده البهارات اللي انا كنت بكلمكم عنها يا جماعه لو تفتكروا في اول الفيديو. هنا الكزبره اهي، هوريها لكم دلوقتي، همسكها هوريها لكم. هنا دي العلبه اللي في ايديا دي كانت 7 بهارات، وهعملها كده خلطه على بعضها، عجبتني قوي برضه. العلبه دي بتاع البهارات دي عامله 40 جنيه. وعندهم الكركديه، شفتي الفريكو دي بقى يا بنات، دي الكمون اهو، شايفين جميل جدا والله. الكاميرا كمان ظلماه. شفتوا الكزبره بيضه شامه وجميله جدا جدا، وحمصه كده تحسها حمصه. يعني احنا هنا بنجيب البهارات نحمصها، والكزبره لا بيبقى جاي فيها حاجات. لا هناك الحبايه سليمه وجميله. دي كبابه صيني، شايفين بلونها يا بنات، فاتحه وجميله اهي. هنا ديت دقه الزعتر، حاطه طبعا على البيتزا والمعجنات. بس ما جبتش منها، لا انا جبت من المعصره، المعصره اللي هي فرجينيا دي. وانا بجيب الزيت والحاجات جبت منها. وعندهم برضو الثوم والبصل البودره. شفتوا الفلفل يا بنات اهو، كلمكم عنه، الحبايه بتاعته فاتحه وبيضه وكبيره ما شاء الله. ريحته تجذب كده، يعني تحس ان انت، لا روايحه صعبه جدا. هو لسه ما طحنش ولا تعمل فيه حاجه. عندهم برضو المطحون، بس لا انا بحب البهارات بتاعتي تيجي ايه، صحيحه. دي طبعا بقى كانت مكسرات وتمر وحاجات من دي. هنا التمر اهو، دي بصل بودره وتوم بودره، حبهان. وعندهم اللوز برضو، اللي ده اعشاب برضو يا بنات، وما شاء الله الاعشاب عندهم حلوه قوي برضو. عندهم اللهم صل على النبي، الكركديه بتاعهم حلو قوي. دي قرفه السيجار، ودي العلبه يا جماعه اللي انا بقول لكم هنا ب 40 جنيه، اللي هي ال7 بهارات. ده ورق اللورا بتاعهم، لقيته اخضر كده وشكله حلو ونضيف، مش زي الورق اللي بيجي متكسر ووحش كده. يعني المحل اللي من ده تخشيه بصراحه شوفي عينك تجيب كل حاجه فيه، وكل الحاجات دي طبيعيه يا بنات. يعني احلى حاجه فيها ان هي حاجات طبيعيه. دي بقى ورق اللورا وروزماري وحاجات من دي بقى كلها اعشاب كده. يعني ما شاء الله والله بجد، هي اللي عجبتني هناك البهارات، وطبعا الزيوت اللي انا كلمتكم عليها، وكل حاجه هناك بصراحه حلوه. هنا الراجل كان بيقول لي قناه ادم والطقن الظاهر شفتها قبل كده او عدت عليا، فانا قلت له جبتها له يتفرج عليها يعني ويشوفها، عشان يبقى يشوف المحل بتاعه.
وهناك الناس ما بتتكلمش، يعني عندنا يتضايقوا كده ويقول لك لا تصوير ايه، والله هناك الناس كلها كانت مرحبه بالتصوير، وكل ما حدش كان بيقول لنا اي حاجه. هنا ده برطمانات عسل يا بنات، والعسل بتاعهم حلو قوي، وده عسل بالمكسرات. شايفين البرطمان مليان ازاي؟ اللي بالمكسرات، عسل المكسرات ده يا بنات فيه كل المكسرات، مش زي مثلا هنا بيحطوا فيه بقى شويه كده من على الوش وخلصانه، لا دي مليان مكسرات بجد. ده برضو بتاع عشاء تاني اهو. كل المحل اللي اكتر السوق اعشاب وروايح وبرفانات ميك اب، برضو حاجات من دي. المحل ده برضو فيه حاجات حلوه قوي. ده دهب صيني يا بنات، لفت نظري كده وانا ماشيه في السوق، فحبيت اوريهولكوا برضو. ده زيتون اهو. الزيتون ده عندهم الكيلو ب40 جنيه و45 جنيه، والصغير ده ب30 جنيه 35. الزيتون هناك حلو قوي، حبيته كبيره كده وجميل. ده بقى بهارات، شايفين البهارات وجمالها، تشكيلات البهارات هناك تحفه. دي اللي هي العجميه بالسمسم برضو. هنا بقى يا بنات وانا ماشيه كده في السوق، في ريحه كده جذبتني، فضلت ماشيه وراها كده، فالراجل شافني وانا قاعد شمشم كده، قال لي ايه؟ قلت له لا، في ريحه هنا، ريحه صعبه، ريحه جباره كده، بتحس ان هي بتاخد كده وياك. فحاولت عنده، قال لي ايه الريحه اللي، طب هقول لك بقى انا عامل ايه، وممكن يكون هو اللي ريحته طالعه. فوراني اللي هي اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه، الخلطه بتاع الرز البسمتي، تحفه يا بنات، تحفه صراحه، خطيره. جبت منها تحفه، طعمها حلو قوي قوي. اداني شويه كده ادوقهم، وكنت مفكره ان انا ادوقهم بقى يلسعوا او كلام من ده، لا محدقه كده وجميله وطعمها حلو. هنا بقى توك وحاجات من دي. وهنا برضو محل عطاره تاني اهو، ده اللي انا جبت منه يا بنات. زيتون برضو، تمر هناك خطير خطير يا بنات. واي عصير هناك طبيعيه يا بنات، يعني هناك الخروب والحاجات دي كلها طبيعيه، وحاجات تقيله كده، والعرق سوس والكلام ده. حتى الكركديه هناك عاملينه عصير كده وبيبيعوه بره في معصره بره كده، حاطين فيها تلج، تاخد الشفطه تقيله كده، مش عصير خفيف كده زي اللي احنا بنعمله، لا تقيل، بس الحاجه مركزه قوي. هناك بيورينا الزيتون، وبيقول لنا البرطمان ده عامل 35 من اللي هو الصغير ده، ب50 اللي هو الكبير، الزيتون التفاح الحلو. الراجل ده اللي انا جبت منه يا بنات الخلطه بتاعه الرز البسمتي، عجبتني قوي عنده، تحفه بقى والله بجد، كانت خطيره يا بنات، خطيره. ان شاء الله هعمل معاكم رز بها واقول لكم طعمها هيبقى عامل ازاي باذن الله. انا كنت كل ما امشي عايزه اشتري بهارات انا من عشاق البهارات، كل ما امشي كده عايزه اجيب بهارات بقى. ادوات المطبخ دي بتعمل لي حاجه كده في دماغي يا بنات، هستيريا كده. عندنا الكارت بتاعه، وقال لي يعني ايه لو انتوا حابين تطلبوا اوردرات او كده، بس طبعا ده عايز حد يبقى قريب منه، لكن احنا هنا المسافه بعيده جدا. وهفضل برضو ورا الموضوع لما اشوف حد من هناك ممكن يطلع اوردرات ولا لا، لو كده برضو هعرفكم المكان لو حد عايز يشتري يعني. دي شنطه كده جبناها لكوكو، هي شغل يدوي جميله قوي وتستحمل اهو. هيك الشنط الحاجات دي حلوه قوي، الحاجات بالذات اللي هي شغل يدوي دي حلوه قوي يا جماعه. كده بقى احنا كنا خلصنا وخارجين، فلقينا الراجل القمر ده بيبيع نعناع، والنعناع هناك حلو قوي يا بنات برضو. وكنا بقى خلاص ايه بنشطب كده ومروحين، حلف علينا ان احنا نشم النعناع بتاعه. يلا ما تنسونوش بقى في لايك وشير للقناه، سبسكرايب. هنا يا جماعه بقى ايه، رحنا البازار، كنا خرجنا بقى من السوق خالص وطلعنا كده ايه على البحر، ولقينا البازار القمر ده. شفت انا بعمل ايه ده كان عامل 270 جنيه، فانا اتفاجئت بصراحه بسعره. هناك كل الحاجه بدويه، بس الحاجات غاليه قوي قوي هناك. دي على شكل جمال كده برضه مترازر باليدوي، والحاجات البدويه دي جينا نجيب منها لقيناها عاليه قوي يا جماعه في السعر.
ده شغل يدوي برضه، تصور كده وحاجات لو حابه تجيبي هدايا ولا كده، كل واحد وذوقه بقى. هنا الحاجات ديت المشغوله دي جميله جدا برضه، عجبتني بصراحه. بس بصراحه ما نعرفش نجيب حاجه ممكن ما تعجبش حد او كده، فاحنا جبنا بس الشنطه بس اللي احنا جبناها للقاء من هناك. شفتوا البتاع القمر دي كده على شكل عياشه او حاجه تحطها في لما تكون عامله قاعده بدويه او كده، تحطها يعني في زينه بس. دي اكبر منها بشويه، دي كانت عامله 260 جنيه الكبيره دي، والصغيره عامله 230 جنيه. بس ما جبتش حاجات منهم بصراحه. ده ادم كده مسك لي مطوه من هناك، فبيقول لي شفتي يا ماما حتى مش شايفين ايه. فالحاجات الناس اللي بتحب شغل البازارات والحاجات دي، هناك الحاجات دي حلوه قوي يعني. لو حبيتوا تروحوا وتجيبوا من هناك حاجه، فشغل البازارات هناك كتير جدا. شايفين كله شغل يدوي يا جماعه. الشنط هناك تحفه، ان كانت بقى خروج او مدارس هناك جميله جدا. شفتوا النقاب ده قمر، وانا لبسته كده عامله زي البنت. شكله حلو قوي. ده بيبقوا يلبسوه العرب كده. شفتوا بقى الحاجات البدويه اللي هناك اللي هي خامتها عاليه كده شويه، دي اسعارها عاليه قوي قوي بصراحه معديه. دي كده عامله زي الحاجه اللي بتحطها فوق دماغك كده. شوفوا ده الجميله دي، جبنا دي حاجات كده تحطها انتيكه برضه في المكان. انا جبت البتاع اللي في ايديا دي. على فكره العيش انت عايزه ده صابون، ده الصابون اللي انا بكلمكم عنه. يا رب يكون يا جماعه الفيديو عجبكم.